أعزائي أحبائي صباح الفل. في صبيحة اليوم التالي لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، واللي تعادل فيها المنتخبين 1-1 بهدف لماما باندي، والهدف التعادل للكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول والعالم الجميل. انا ما كنتش ناوي اتكلم عن الماتش بصراحه، عشان الماتش كان اوسخ من ان ادور على حته في الشارع اقف فيها اتكلم فيها كلمتين عن الماتش. انا ده كانت وجهه نظري وقلت الكتم، ناس مبسوطه واربع نقط من ماتشين، وكده كده الاجمالي 10 نقط من اربع ماتشات، الدنيا مانجا يعني، وهنوصل كاس العالم وبتاع، وخلينا ساكتين والناس مبسوطه وهي. إذ فجأة بعد الماتش بكتير بقى التلفزيون ميوت، وبعدين فجأة لقيت الكابتن حسام حسن ظهر لنا في التلفزيون، فشغلت الميوت ولقيت الكابتن حسام في آخر حتة في البتاع كان بينكش نكش غير طبيعي، وقعد يقول لك والناس بتاعت السوشيال ميديا. لسه هيكمل كلام، راح الكابتن احمد شوبير مشكورا قطع عليه وقال هو كلمتين. فالكابتن احمد شوبير لحقنا وسكته وقال له لا احنا مش بنقول كده. فحسيت ان الكلام اللي قاله الكابتن حسام غريب، فرحت جايبه تاني بقى على الانترنت وشفت الكابتن حسام قال ايه. كابتن حسام قال بمنتهى البساطه ان الشوط الاول عاجبه جدا، هو بيشكر كل اللعيبه، الشوط الاول والثاني عاجبينه جدا، وهو فخور بالاداء وفخور باللعيبه من اول محمد صلاح لحد ابراهيم عادل، وان الناس اللي بيقولوا كلام غير ده دي ناس موقعاتيه وناس مش عايزه مصلحه المنتخب، وهو فرحان انه مدير فني المنتخب عشان خاطر الناس البسطاء مش ولاد الوخه اللي بيتكلموا عليه او بيقولوا الاداء وحش او بتاع. هو ما قالش اللفظ، بس انا قررت اقوله علشان ده اللي انتبني من الموضوع. اولا انا احب احيي واشكر وكل عذري مع الراجل المراسل، عشان اقسم بالله العظيم انا كنت متخيل ان هو عامل كده عشان حسام حسن هيديله بظهر ايده لما بيقول له انت كنت خارج مبسوط ما بين الشوطين، ولا انت كنت خارج مبسوط بعد الماتش عكس المره اللي فاتت او من المرات القليله. راح باصص له زغر له زغره كده، يا ابن المرات القليله انا بخرج فيها مبسوط، هو في ايه؟ تعالى بقى نجيب لك كل حاجه، عشان انا اللي فيه مكفيني، فخليني اقول الكلمتين اللي عندي مره واحده عشان ما اعتقدش ان انا اتكلم اديك المنتخب ده تاني. كلنا عارفين ان الكابتن حسام حسن جه المنتخب ارضاء لذاته، يعني اتحاد الكوره في ظل التخبط وفيتوريا وعقد وخرا وفلوس وبتاع وايام سودا، فالكابتن حسام حسن جه عشان ايه؟ هو عايز يمسك المنتخب، واحنا عايزين نخلص من موضوع حسام حسن ده، وشويه جماهير بيقولوا يلا حسام حسن يمسك المنتخب واحياء الامجاد وبتاع، فايه امسك المنتخب يا معلم وهي ماشيه. كسبت الماتشات بتاعت التصفيات دي مالهاش لازمه اصلا، ما حدش بياخد باله منها، وفي 10 هيوصلوا من افريقيا بعد ما كان بيوصل 2 في 90 وبيوصل 5 في 2018، احنا وصلنا دلوقتي بيوصل 10 يا كابتن حسام، ضعف اللي كان بيوصل قبل كده، فما ينفعش حضرتك تقول. المهم ان فالدنيا سهله وبتاع، فمسك حسام حسن، فجاء حسام حسن وجاب جهاز فني اقسم بالله العظيم 3 ما يلعب مع فاركو. جهاز فني من اوسخ الاجهزه الفنيه اللي انا شفتها في حياتي، وانا ما بتكلمش على افراد، انا بتكلم على المنظومه، على طريقه تعامل الجهاز الفني للمنتخب المصري مع المنتخب مصر او مع فرقه كوره بتلعب في دوري الدرجه الثانيه عادي جدا. كابتن حسام حسن مدير فني المنتخب مع الكابتن طارق سليمان، ما حدش يعرف عن الكابتن طارق سليمان حاجه. كابتن طارق سليمان اخر حاجه مسكها كان قبل ما يبقى مع تيم الستاف بتاع الكابتن حسام حسن، كان ماسك فرقه جامعه في عمان بان، ولا في اليمن ولا في الاردن، فرقه جامعه، وبعدين بقى في الاستاف بقى مع كابتن حسام فبقى من المصطفين. الكابتن محمد عبد الواحد ده راجل محترم ومجتهد وبيبذل مجهود، واعتقد ان ده كان محمد عبد الواحد لو كان بس اثقل نفسه، انا مش عارف ده حقيقي ولا اثقل نفسه بشويه دراسات، فهيبقى ده الفرد النظيف في الجهاز الفني لمنتخب مصر، كابتن محمد عبد الواحد. ومعاه كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى، هو انا وهو وكلنا مش عارفين الكابتن سعفان الصغير بيعمل ايه. كابتن سعفان الصغير ما كانش ما نجحش كمدير كحارس مرمى ولا كمدرب حراس مرمى في الاسماعيلي عشان يبقى مدير حراس مرمى المنتخب. انا مش عايز اتكلم بس مش مشكله، حراس المرمى كده كده الحمد لله في امان، فتمام يعني مش مشكله. واخيرا وليس اخيرا ومعاه واحد اسمه مش عارف ايه كده برازيلي، المفروض انه مدرب اعمال، انا مش عارف هو معاه ولا لا، ومش عارف هو موجود ولا لا، ومش عارف عنه حاجه. ودكتور محمد ابو العيله ومعاه واحد كمان. واخيرا الكابتن ابراهيم حسن مدير اداري للمنتخب. اللي انا بقوله ده كله ده اللي على الورق، الحقيقه مفيش حاجه من الكلام ده. الحقيقه الوحيد اللي بيشتغل شغله بس هو محمد عبد الواحد، الباقي كله بيعمل كل حاجه. كابتن ابراهيم حسن قبل الماتش في لقاء في التلفزيون قال احنا في المؤتمر الفني ولا في القعده الفنيه ولا في المحاضره الفنيه للمنتخب مع اللعيبه قلنا كذا وكذا. حضرتك بتقول ليه يا كابتن؟ حضرتك روح شوف حجز الفندق، ولا شوف اللعيبه عندها حمامات في صابون في الحمامات، ولا حضرتك مدير اداري، حضرتك مدير مش مدير، مالكش اي علاقه بالناحيه الفنيه. كابتن ابراهيم ما تمرضناش، واحنا قلنا لهم، والكابتن حسام في الاخر كده كابتن حسام قال لهم هو في ايه؟ كابتن سعفان الصغير هو اللي بيعمل التغييرات، هو في ايه؟
كابتن طارق سليمان ما حدش عارف دور، يعني لو حد عارف دور كابتن طارق سليمان اصلا ما تقنعنيش كابتن طارق سليمان بينزل يضرب العيال دي في الملعب، ما تقنعنيش بكده. كابتن طارق سليمان لا جسمه ولا هيئته ولا سنه يستمح له انه ينزل يضرب العيال في الملعب. وهيدرب مين ان شاء الله؟ محمد صلاح. نتكتم مش مشكله، ومحمد عبد الوهاب بيعمل كده والعيال محترفين وبيعرفوا يعملوا ايه، وهي شويه حاجات فنيه المفروض، عشان ده جهاز فني منتخب، حضرتك مش بتجهز لعيبه، حضرتك بتلعبهم على خطط معينه، مش ان هم ينطوا من فوق الكره. اقسم بالله قعدنا اكتر من 40 ثانيه ولا 50 ثانيه بيندى على محمد صلاح عشان يقول له نط انت من على الكوره وخلي زيزو يروح يمين وانت عاملها اوفر عادي. هو كابتن طارق سليمان انا مش عارف بيعمل ايه، وكابتن حسام حسن بيجز علينا، شغلته يجز علينا، كلنا وحشين. طب اقسم بالله انا بعد الماتش قلت لو طلعت اتكلم هقول ايه بقى؟ هقول درجه الحراره كانت صعبه والسفر كان سخيف والهواء ضدنا في الشوطين، الهواء ضدنا، الهواء ما كانش معانا خالص، والرطوبه كانت عاليه والجمهور بيخوف، والحكم ما حسبلناش بيلنتي، والجون بتاعهم ضربه جزاء ولا الجون بتاعهم فاول، كنت هقول كل حاجه، حمام الفندق ما فيهوش صابون، وكابتن حسن مش عامل دوره، والعيال مش لاقيين مغطس، واتمرنا هنا في الجنه بتاعه الفندق. هقول كل المبررات اللي في الدنيا للخرا اللي حصل ده. يطلع حسام حسن يقول انا فخور بالاداء، فخور بالاداء. انا ما عنديش اي مشكله في كده، في ده خالص. تصفيات كاس العالم سهله، وهفضل اقول كده حين يرث الله الارض ومن عليها. ملهاش اي 30 لازمه، 10 فرق من 10 مجموعات، كل الفرق اللي معانا معفنه. الفرقه اللي كنا بنلعبها امبارح دي فرقه معفنه كرويا، ما عندهاش فكره، انتوا بتشتغلوا نفسكم. نجم الفرقه بيلعب في فاركو اللي هي فرقه هابطه في الدوري الممتاز المصري اصلا. مش هنضحك على بعض، النجيله وحشه، اللي مش عارف ايه ماشي، قلنا كل الكلام ده. طب تيجي في الاخر ان غينيا بيساو دي تتعادل الماتش اللي فات، وبعدين لعيبها النهارده احنا نتعادل معاها، تروح بوركينا فاسو متعادله امبارح مع سيراليون، ولا ايه ده؟ مجموعه معفنه. يعني انت لو تخيل كده يا كابتن حسام معايا كده، لو حضرتك جينا من على القهوه كده بقى، اول ما انت مسكت المنتخب قلت يا والله يا جماعه تصفيات كاس العالم دي تصفيات بسيطه جدا، ان شاء الله هنكسب كل الماتشات اللي جايه، انا معايا فرقه كويسه، انا مش خايف من التصفيات خالص، اللي انا حامل له هم بطوله افريقيا اللي جايه لو مش هتتاجل، وكاس العالم، نهائي كاس العالم نفسها، انا بجهز الفرقه عشان نهائي كاس العالم، فهلعب التصفيات دي بطريقه كويسه بحيث ان انا اخد النقط اللي توصلني، اذا كان فوز ولا تعادل ولا بتاع، مش 6 نقط من ماتشين عشان ارتاح، وبعد ما ترتاح هتعمل ايه؟ هتجيب محمد الشامي؟ وقلت الكلمتين اللطاف دول، وانا وكاس العالم ده الوصول بسيط، بس ان شاء الله نعمل حاجه في كاس العالم علشان اللعيبه نفسها بقت هاديه. بس الكلام ده لو انت شاطر، والمصحف الشريف لو انت شاطر تكنيكاليتي، حضرتك عندك كل المميزات اللي تخليك نجم النجوم، مش مشكلتي. مفيش اعز من مارادونا، مفيش اعز من مارادونا، ما تتوجعش دماغنا. مسك الارجنتين فسخ بيها الارض، مات من القهر. فما تحسسنيش ان تاريخك كلاعب هيشفع لك. قرايه كابتن محمد يوسف اللي مسك الاهلي في غفله من الزمن وخد 2 دوري ودوري ابطال افريقيا، لو بالورقه والقلم هو كواليفيكيشنز اعلى منك، هو امكانياته اعلى منك يعني. واحنا بنحب حسام حسن اللاعب، وبنحب حسام حسن بتاع الملعب. انا واحد من الناس فتره من اللي حسام حسن مشي فيها من الاهلي راح في الزمالك، اقسم بالله انا قعدت فتره طويله هو انا ليه ما بقاش زملكاوي؟ ليه؟ لو على الكوره الفرقه بتعمل حاجه في الملعب بقى في 2001 و2002 دي وبطوله افريقيا وتامر عبد الحميد وحازم امام وحاجه، كانت فرقه تفرح. والزعل اللي انا كنت زعلان على مشان حسام ابراهيم من الاهلي، طب ما هو راحوا الزمالك والفرقه واقفه على رجلها. من كتر ما انا بحب حسام ابراهيم، ومن اللحظه دي ابتدت نظرتي للنادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي المبادئ، والنادي الاهلي اللي ما بيجيش على اولاده، وان اتغيرت لما شفت حسام بيعيط في التلفزيون، مش تخيلوا؟ وبقيت ابص للموضوع بشكل عقلاني اكتر، فعشان كده ما بعجبش الاهلاويه على راسي. فانا بحب ايوه بحب حسام حسن كلاعب، ونفسي ينجح، نفسي حسام يوصل كاس عالم، وياخد كاس عالم كمان. نفسي حسام ما يبقاش طموحه انه يوصل كاس عالم من 10. نفسي حسام ما يبقاش طموحه اخره كده يقول ان الاداء ده حلو. اداء ايه ده؟ انا هتكلم كلمتين 3 دقايق على الماتش، حاجه تقرف. نفسي كل الحاجات دي نفسي تحصل، بس هو ما بيدينيش فرصه ان هي تحصل اصلا. حتى الماتش ده بيخلق مشكله ويقعد يدور على حلها. هو في ايه؟ احنا كنا انا قلت امبارح على فكره 4-4-2 عشان انا جامد فشخ. قلت انه هيلاعب زيزو علشان مش هيلعب ب3 قدام ومحمد صلاح وزيزو هو اللي 8 في الملعب، لا هيلعب 4-4-2 وتريزيجيه وزيزو يبقوا هم وينجات، ومحمد صلاح مهاجم تاني ولا شادو سترايكر ولا مصطفى محمد، وبعدين ينزل. ده انا قلت الماتش امبارح الظهر. من كتر الفكاكه اللي انت فيها يا كابتن حسام، الناس اللي مقربين لك الفرقه قربت بس خلت اللعب ضيق شويه، وخلاص ما عرفتش تستفيد بمحمد صلاح خالص. الشوط الاول حاجه في منتهى القرف.
الشوط الثاني طب حضرتك محتاجين نهاجم وحسيت ان الفرقه ضعيفه وكده كده هترجع تامن وانت عايز تلعب مهاجم شويه، طلعت محمد هاني ونزلت زيزو باك يمين وعندك عمر كمال ابو عبد بره، بس انت جادد وجدضانك من عمر كمال عبد الواحد هو عكس تماما حبك المتناهي للكابتن محمد حمدي. هتكرهنا فيه والله، هتكرهنا فيه. كلنا عارفين ان انت اللي جبت الكابتن محمد حمدي من التراب بعد ما كانش له نادي. مع كامل احترامي كابتن محمد حمدي ربنا يكرمه ويرزقه زي الفل، ما عنديش مشكله، بتكلم على محمد حمدي لاعب المنتخب مصر بيلعب دلوقتي، كان تاريخه ايه حصل كده عشان بس الناس لو ما تعرفش التاريخ خليها تعرفه. كابتن حسام حسن جاب الكابتن محمد حمدي من البيت. كابتن محمد حمدي مش من الاهلي في سن التصعيد، راح اعاره شويه، خدوه رجعوه الاهلي، لا مش هيرجع الاهلي، مش عايزين يرجعوه، فقعد في البيت. كابتن حسام حسن راح مسك المصري جابه، هوبا بيلعب في بيراميدز، هوبا كابتن هم في منتخب مصر، هوبا محمد حسام حسن واخده وهو موقوف ماتش من حبه فيه. اوكي بس انت هتكرهنا فيه. انت شايف ان اداء محمد حمدي امبارح ده اداء باك شمال في اي بلاي ستيشن، في اي ماتش في بلاي ستيشن مع في اتنين ما بيعرفوش يلعبوا؟ ماشي. ولعبنا 4-4-2 وبعدين الشوط الثاني قررنا نلعب 4-4-2 برضه ولا 4-3-3 بقى، بس سنه كده. بس هسيب حمدي فتحي ومروان عطيه. مروان عطيه برضه هنكره مروان عطيه. مروان عطيه امبارح من كتر ما هو تايه بقى شكله دمه تقيل، مع انه هو اللي عامل اسيست، لو اعتبرته اسيست يعني هي بصه بالخارجي كده حلو. من كتر ما هو تايه والله، انا واحد قدام اثنين ولا اثنين قدامنا واحد ولا اثنين في نص الملعب على الدايره ولا اثنين تمانيات ولا اثنين ستات ولا اثنين تمانيات بس ما بيهاجموش. فاتنين تمانيات ما بيهاجموش، فالاتنين تمانيات اللي ما بيهاجموش المفروض يهاجم الوينجات وهم التانيين بيلعبوا خمسه ورا فقافلين الوينجات. حضرتك ما شفتش الكلام ده؟ يعني حضرتك الكلام ده احنا جايبينه من عند مامتنا، مش ده اللي كان حاصل في الملعب يا كابتن حسام. ما تمرضناش يا كابتن حسام. مش عايز تنزل عمر كمال عشان انت جادد، ونزلت زيزو باك يمين، خليت الاثنين في نص الملعب، في نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه لحد الدقيقه 99. هو في ايه؟ هو في ايه؟ كل ده ما عنديش. كل الاداء الفني في التصفيات دي حاجه تمام يعني. تصفيات برضه ماتشين، كل وماتشين بتوع 6 بيبقوا صعبين عشان بيبقى في نص الدوري بتاعنا وفي نهايه الدوريات بتاعه العالم، ماتشين بتوع 9 بيبقوا صعبين عشان بيبقوا في بدايه دوريات العالم بس في اخر الدوري بتاعنا، وماتشين بتوع 3 بيبقوا صعبين عشان بيبقى في البريك بتاع كل دوريات العالم بس في اول الدوري بتاعنا. عيش بقى الديلاما دي. هنفضل كل الماتشات بتاعه التصفيات صعبه ووحشه عشان هي كل مره في ظروف بنت 60 كلب علينا احنا بس. الظروف دي علينا احنا بس مش على حد تاني. وبعدين شفت الفيديو بتاع الجماهير اللي مبسوطه انبساط غير طبيعي وبتتنطط تنطيط القرود من كتر سعادتهم بانهم شايفين حسام حسن شايفين محمد صلاح. حسام حسن ايه؟ شايفين محمد صلاح ورا ازاز اتوبيس، وكتر التنطيط جه في دماغي حاجه. طب انا لو انا مواطن غيني بيساوي، انا مواطن غيني عايش في بيساو وحصل كده، ايه اللي حصل؟ جه منتخب مصر اللي مفكرين نفسهم حاجه، واخدين 6 افريقيا ولا 7 افريقيا ومعاهم محمد صلاح واحد من اعظم لعيبه العالم، حبسناهم هنا في الملعب وما عرفوش يعملوا حاجه وقعدوا يهاجموا بهبل، واحنا كنا جامدين جدا. الواد جاب جون تاريخي، شوطه بالخارجي جت في يمين الشناوي معناها تسليك خناقه من الاول. هقول كده، هقول ان احنا ما خليناش محمد صلاح لمس كوره، وبعدين محمد صلاح بخبرته وحنكته عشان هو لاعب كبير هو اللي انقذهم وخد الكوره ميته وعمل كده. ما احنا قلنا كده على كريستيانو رونالدو وقلنا كده على جورج ويا لما رازع عصام الحضر الجون. لو انتم ما تعرفوش القصه دي بحكيها لكم يعني. في التصفيات كاس العالم باين 94 ولا 98، وقلنا ده احنا جينا الفرقه خنقناها وبعدين الواد اللي فيهم اللي جاب الجون. ايه ده؟ ما بيحصلش الكلام ده. هم فرحانين كل هذا الفرح. قعدنا نقول الاجسام بس هم ما بيعرفوش يلعبوا. لا اجسام ولا بيعرفوا يلعبوا. في 200 3 بس بغال كده. الواد رقم 4 اللي خد فلينة صلاح، الواد رقم 20 انا كنت خايف ينزل اصلا وهو بيحتفل بالجون، لقيت هجمه كده قلت يا رب يطلع جون، يا رب يطلع حارس مرمى يعني. طلع لاعب الواد رقم 20 اللي هو عامل كده اللي نزل قاعد يدغدغ في الناس ده. anyways انا مش يعني برضو الموضوع ملوش اي نطاق للهاري. ربنا يرجع اللعيبه بالسلامه بقى ويركزوا في ماتشات الدوري المعفنه اللي جايه دي. احنا ما عندناش امل للكلام ده خالص. هنوصل كاس العالم بالحنيكه كده وهنفضل ماشيين ورا الكابتن حسام حسن. انا بس عندي حاجه اخيره واقسم بالله عشان ما اتخنقش بس هقرر اقولها. حسام حسن حضرتك اللي بتقارن نفسك بجيل الجوهري، اقسم بالله العظيم مش بس الكوره اتغيرت، البني ادمين اتغيروا. ما تقارنش نفسك بالجوهري وما تطلبش وقت زياده وما تطلبش وقفان دوري وما تديش نفسك فرصه وما توصل كاس عالم. هتلعب كاس عالم في وقت كاس العالم، ما تقرفناش. هو ده اللي عندنا وهو ده الموجود دلوقتي. من 38 سنه من 34 سنه الموضوع مختلف، ولا من 35 سنه الموضوع مختلف تماما يا كابتن حسام. الناس ما كانتش بتعرف يعني ايه اللي بيحصل في اوروبا اصلا، في دوريات شغاله هناك ولا لا. دلوقتي احنا بنشوف الماتشات لايف يا كابتن حسام، بنحلل بنفشخ جوارديولا يا كابتن حسام ويورجن كلوب ومورينيو وزيدان وانشيلوتي بنفشخهم.
مش بس بنتفرج، ده احنا بنحلل وبنزيط وبنقول راينا وبنطلعهم غلطانين. حاجه تانية كان بيحصل الكلام ده في سنه 90، وانتوا كان عندكم حته في الجورنال اخر حته كده: هزم اليوم فريق بايرن ميونخ الالماني، وبتكتبوا ميونخ غلط اصلا، فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، كنتوا بتكتبوا كده 1-0 في نهائي بطوله اوروبا للانديه، كنتوا بتكتبوها كده. ده كان معلوماتكم عن الكوره. احنا الموضوع مختلف، ومش بتكلم انا بتكلم على الحزن اللي جاي بتوع الاي اي، العيال الصغيرين دول اللي بيعرفوا كل حاجه في اي وقت، وتشات جي بي تي. الموضوع اختلف تماما تماما. ما تعملش نفس الحكايه. ايوه احنا بقينا نفهم كوره عن زمان. ايوه حضرتك، كل الساده الكرام على راسي اللي في سنك معظمهم معلوماتهم عن الكوره الكبيره خدوها لما كبروا، وهم صغيرين ما كانوش يعرفوا اصلا ايه اللي بيحصل في المانيا. مش هنضحك على بعض. فلازم الموضوع متغير عن الجوهري، فلازم حضرتك تواكب هذا التغير، ومش قادر اتكتم. خليك بقى في الفن اللي مش عندك، ما هو انت بتكمل قله الفن اللي عندك بالهري. عشان كده زعلانين ان محمد الشناوي قال انتوا ليه ما قلتوليش الحمد لله على السلامه. ما انت فنيا كبير، اتكلم فني. خلي الفنيا ضعاف يتكلموا هبل، يزودوا وتواجدهم بالخرا ده. انما انت راجل كبير، راجل تقيل لو انت كده. انما كابتن حسام عشان انت مش كده للاسف، فبتكمل اللي احنا موافقين وراضيين والله. طب اقسم بالله العظيم اللعيبه دي افتكروها ال 25 ولا 26 لعيب ولا 30 لعيب اللي يلعبوا مع حسام حسن من دلوقتي لحد ما حسام حسن يتكل على الله يسيب المنتخب، بعد 5 6 7 8 سنين من دلوقتي شوفوهم هم في البودكاست، هم ماسكين الفتره دي وكان بيعمل وكان بيسوي، وكان واخد احمد رمضان بيكم عشان لعيب طاوله، وكان واخد محمد حمدي عشان بيحبه وبيعمل له الشاي بحليب الصبح مع البقسماط. وهتسمعوا عبر. اصبروا بس 5 6 سنين، اصل الايام جايه. 5 سنين ده كتير. اصبروا تشوفوا اللعيبه دي هتقول ايه على هذه الفتره، او هتقول كلام في منتهى الادب والاحترام. بس الراجل كان ابيض، الراجل كان احسن. اهم نقطه في التدريب الفني انه يلعب فاول، يخلي بزيزو يمشي كده، وعمر كمال يمشي كده، ومحمد حمدي يمشي كده، وبعدين صلاح يبقى صالح امام عادي جدا. دي كانت الحاجه الفنيه الفذه اللي بيعملها. عشان الهري كلنا عارفين ومقدرين المديرين الفنيين للمنتخبات الموضوع بيبقى مختلف، واللقاءات بتبقى صعبه وضيقه، وفي وقت ضيق جدا. 4 ايام وبعد كده ماتش، يعني ماتشين في 4 ايام، وبعدين تقعد 6 شهور، وبعد كده تلعب ماتشين في 4 ايام، وبعدين تقعد شهر، وبعدين تلعب ماتشين في 4 ايام. فما بتبقاش عارف تلم بالفرقه قوي. فعشان كده الفتره الطويله دي يفضل فيها واحد مصري او 2 3 مصريين، كل واحد ياخد نقطتين وخلاص، بما ان وصول تصفيات بقى سهل اللي هو دلوقتي مش بعد كده. فتقييمنا على الكابتن اللي بيحصل دلوقتي وعلى قد الماتشين دول والماتشين اللي قبل كده والتصريحات اللي في النص والهبل اللي كان بيحصل، ده تقييمنا للكابتن حسام حسن. عشان لو حطينا الكابتن حسام حسن في معيار تقييم حقيقي نقول هو ليه كسب ووصل مسك منتخب مصر، مش هنلاقي اللي اعظم انجاز عمله انه وصل بالمصري رقم 3 في الدوري، وخد بالزمالك كاس حاجه كده يعني، الزمالك قادم. ودي مش انجازات محمد يوسف عملها على منها، مش هنهري، مش هنضحك على بعض. طارق العشري عادي بقى، خد بقى من ده كتير عادي جدا، واحد خد كاس، واحد عبد الحميد بسيوني. فما يعني نتكلم على اللي بيحصل دلوقتي، فتكمله ضعف الامكانيات الفنيه لكابتن حسام حسن تكملها بالهجص احنا متقبلينه، بس هنتكلم براحتنا يا كابتن حسام. وانا بس بشكر بقى الكابتن شوبير المره دي المره الاولى تقريبا على مقاطعته لحوارك الغير ممتع، وعلى انه قال بمنتهى الوضوح ان مش هو ايه الشنطه فيها كتاب دين دي؟ ايه دي بقى؟ اللي ما بيعملش كده يبقى ما بيحبش مصر، اللي ما بيقولش حسام حسن اجمد واحد يبقى ما بيحبش مصر، يبقى مش عايز العيال دول بتوع المنتخب ليه يا عم ليه؟ انويز تخلصنا من هذه الحقبه اللي ما يعلم بها الا ربنا. الحمد لله رب العالمين، كفانا الله وشفانا كل هذا الهم. في انتظار بقى ان شاء الله في شهر 9 ندور على حجج تانية نعملها، نلعب ماتش هنا وماتش هناك برضو. فهندور على حجج تانية بقى مع الارض والطقس والحروبه والحراره والرطوبه والسحاب والمطره والظهر، بنلعب الظهر وكل الحاجات، هنحط كل الحاجات مع بعض. احنا مستنيين بالكلام ده. والماتش اللي عندنا هنقعد ماركت للجماهير ونبيع تذاكر للشركات علشان الناس تروح، ونزيد برضو ونقعد نقول كده احنا محتاجين المسانده، ومحدش يتكلم كلمه وحشه، ومحمد صلاح مش عايز يجي، وعمر مرموش بتاعه كبر ومش عارف ايه صغر، لحد ما نخلص من هذا الهم. ونشوف بقى بطولة افريقيا تتلعب ولا لا، ولو اتأجلت تتأجل لامتى، ونشوف نركز في الدوري الممتاز بتاعنا عشان كده كده كله اوف. وعندنا بطولة اوروبا، نتفرج على بطولة اوروبا دي لطيفة جدا، بطولة اوروبا وقتها جميل الصراحة.
فخلينا نستمتع في الايام اللي جايه بميكس غريب وعجيب من عيد الاضحى، ماتشات الدوري المصري وبطوله اوروبا، 3 مع بعض في نفس الوقت. في الموضوع هيبقى ميكس غريب. احبائي اعزائي، شغلوا تكييف وتغطوا، او شغلوا المروحه وقوموا، او اطفوا النور وخشوا ناموا، يعني اعملوا اي حاجات عكس بعض علشان الجريل اللي هنتضرب فيه بماتش فاركو والاهلي، بعديه هولندا وفرنسا، هيبقى صعب قوي وهنضطر نتعالج نفسيا منه. فابتدوا احجزوا على عند الدكاتره من دلوقتي. اعزائي احبائي، شكرا جزيلا، سلام عليكم.